اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معاكم ولاء ودي قناه كيكات وحلويات. النهارده هنعمل تورته مقاس 25 في 25 بالشوجر شيت، وهنعمل تورتايه مقاس 22. التورته دي كنت انا عامله زيها مقاس كبير وعجبت يعني حد، وقالت لي ممكن تنفذي لي نفس الشكل بس على المقاس الصغير، فعملتها لها بنفس الشكل يعني. هنسمي الله كده ونبدأ وهنقول عملنا ايه. طبعا احنا كل مرة بنقول مقادير بالجرامات وبنقول بالكوباية، وبرضو برجع اسأل تاني فتقريبا محدش بيشوف الفيديو ولا ايه. هنقول كده المقادير بالكوباية وهنقولها بالجرامات. طبعا كنت عملت الاول صاج فانيليا، والمرة دي هعمل صاج فانيليا وصاج شوكولاتة، والمرة دي هعمل صاج نص ونص. يعني انا عملت المقدار ده 3 مرات، دي كانت 3 مرات. معايا 3 بيضات من التلاجة، اهم حاجه يكون حجم البيض كبير. معايا نص كوبايه من السكر اللي هي 100 جرام. معايا معلقه من المحسن، واحنا قلنا طبعا مشاكل المحسن لو زادت بتعمل ايه في الاسبونج، فاحنا هنحط لو كواليتي هتبقى معلقه 30 جرام، لو بونو المتحده هتبقى معلقه اقل شويه، لانه بونو بيبقى يعني بيبقى اقوى شويه، يعني اقوى شويه عن كواليتي. فهنحط المعلقه تبقى وزنها 25 جرام، او اللي هي المعلقه بتاعه الاكل بس مش هرميه قوي. وهنحط طبعا رشه الفانيليا او معلقه الخل، وهنضرب على اعلى سرعه لحد القوام ما يبقى كريمي. احنا كده قلنا المقادير بالكوبايه وبالجرامات. هنيجي عند الميه. كوبايه من الميه اللي هي المج العادي، ميه متلجه، وزنها يبقى 200 جرام. يعني انت هتحطها على الميزان كده، تصفري الميزان عشان يخصم يعني وزن الكوبايه الاول، وبعد كده هتضيفي الميه فهيطلع لك الجرامات بتاعه الميه بالظبط. طبعا امتى بضيف الميه؟ لما القوام زي ما انتم شايفين كده كان لونه اصفر وبيبتدي يفتح ويعلى في العجان، هي دي المرحله اللي انا ممكن اضيف فيها الميه. طبعا انا لو حاطه البيض حجمه كبير وساقع من التلاجة، والمحسن برضو ساقع، هيعليلي الفوم. فلما اجي اضيف الميه، وهضيف الميه طبعا بالتدريج مش بضيفها مره واحده، الفوم ده بيفضل تقيل. عشان الناس اللي كانت بتقول ان هي بتعمل كل الخطوات وبتطلع ناجحه معاها، وبتيجي عند مرحله ضيف الدقيق القوام بيقل معاها. بصوا، لو انتوا محافظه على الفوم ده، الفوم ده عامل زي الرغاوه بتاعه الصابون كده، عارفين بيبقى هش جدا. لو انت محافظتيش عليه وسال منك وبقى خفيف، لما بتيجي تحط الدقيق طبعا قوامه بيبقى اتقل شويه، فبياخد الكميه بتاعه الفوم دي وينزل بيها لتحت، فبيقلل لك الكميه. فانت عايزه تحافظي على الكميه دي، هتعملي ايه؟ لازم تخلي الميه تبقى ساقعه، وبتضربي طبعا على اعلى سرعه، و البيض يبقى كبير وحجمه كبير ويبقى ساقع من التلاجة. يعني لو مشيتي على الخطوات دي هيطلع لك الفوم تقيل بنفس اللي احنا شغالين بيه ده. طبعا هنيجي بقى عند الدقيق احنا قلنا 240 جرام من الدقيق، عليهم 50 جرام من النشا، وعليهم 10 جرام من البيكنج باودر. يعني بالكوبايه هنقول كوبايتين من الدقيق، وعليهم ربع كوبايه من النشا، ومعلقه اللي هي الصغيره بتاعه الشاي اللي هي الصغيره بيكنج باودر. طبعا ما بنزودش في البيكنج باودر عشان لو زودنا بيعمل تشققات في الاسبونج. هنيجي عند مرحله بقى ضيف الميه. احنا بنضيف الميه شويه بشويه، ليه؟ عشان التكتلات دي تبتدي تفك بس واحده واحده. لو احنا حطينا الكوبايه مره واحده هتخلي القوام ده يسيل كله، يبقى سايح كده ببعضه، وياخد وقت كبير جدا على ما يربط، وممكن ما يربطش معاكي بنفس التقل. فانت الاحسن تحطي شويه وبعد كده ترجعي تحطي شويه، زي ما انتم شايفين كده انا بحط شويه بشويه علشان احافظ على القوام ويبقى مرتفع معايا. بصوا زي ما انتم شايفين القوام بالاول بيبقى متكتل كده، وبعد كده بيبتدي يفك شويه، بس هو زي ما هو محافظ على الفوم بتاعه. هنبتدي بقى نضيف الدقيق معلقه معلقه. طبعا انا هنا مسرعه الفيديو، بس هو المفروض ان انا احط معلقه، واول ما تختفي بحط المعلقه اللي بعدها. لو حطيت ورا بعض ورا بعض ورا بعض هتلاقي الكميه دي كلها قلت. طبعا في المرحله اللي انا بضيف فيها الدقيق دي بوطي العجان خالص على اول درجه، عشان في ناس بتشتغل على سرعه اعلى او على وسط او على حسب يعني السرعه. لا، في المرحله دي انت بتوطي العجان خالص، وبتشغلي الفرن على درجه حراره 200. تسويه السبونج في الصاج يا جماعه بياخدش سوا من 10 ل 13 دقيقه، ما بياخدش سوا اكتر من كده. لو خد سوا اكتر من كده بيشقق وبيقل في الصاج وبيبقى ناشف ومش هش معاكي وبيتكسر وبيبقى فيه مشاكل كتير جدا. هي دي التسويه الصحيحه للسبونج. وبياخد قد ايه؟ قلت لكم من 10 ل 13 دقيقه، حتى مش بيخش في الربع ساعه.
بصوا زي ما انتم شايفين عامل ازاي، انا لسه مطلعاه من الفرن، هو المفروض ان هو سخن يعني، انا بلف الستريس رول وهو سخن. فبصوا طالع متماسك ومش بيتكسر. لو انت سويتيه صح مش هيحصل له اي مشكله. طبعا انا كده سويت. طبعا التسويه بتاعه الفرن الكهرباء انا بشغل على 200 من فوق وتحت، وبحطه في الرف اللي في النص. لو غاز هتشغلي برضو، هتحطي في الرف اللي في النص بس هتشغلي من تحت بس، عشان يطلع معاكي مرتفع ويطلع معاكي هش ويطلع معاكي مش بيتكسر، ويطلع معاكي ناجح وطري ويتلف معاكي سيلسترول ويبقى زي ما احنا شغالين. ما تحاوليش تقرصي عليه في السوا، لو قرصت عليه في السوا هيشقق وهتلاقيه قل في الصاج ومش هيبقى ناجح معاكي. طبعا ده كان اول صاج قسمته، خدت منه السيلسرول، وبقيت الصاج عملته اللي هي تورتايه مقاس 25، وبعد كده عملت صاج تاني اللي هو نص ونص عشان التورتايه التانية، لان في اليوم ده عامله تورتايتين. وعملت عروض لان كان عندي التورت بتاعتها يعني، وكنت محتاجه السيلسرول بس. طبعا بقى الكريمه زي ما وريتها لكم، القوام بتاعها بيبقى متماسك كده، وبنحط معلقه كوبايه ميه على كوبايه كريمه، لان وزن الميه غير وزن البودر. يعني كوبايه الميه بتبقى وزنها 200 جرام، لكن كوبايه البودر بتبقى وزنها 100 جرام. يعني الناس اللي بتحط كوبايه كريمه على كوبايتين ميه استحاله هيظبط معاها، لان كده انت حطيتي كميه الميه ضعف كميه البودر. تمام، يعني وزني كده واظبطي ميزانك علشان تعرفي تظبطي الكريمه، وبالذات في الصيف. بصوا انا دخلتها جلستها كده ودخلتها التلاجة تشد شويه، بعد كده طلعتها يعني لميت الفرفته بتاعت الكيك، وبعد كده طلعتها اديتها اللي هو الوش الاخير ده بتاع التجليس. ممكن تعملي كده وهيسهل عليكي وهيخلي لك القوام متماسك، وهيخلي لك الكريمه ما تاخدش منك كتير، ومش هيبقى فيها فرفته. يعني الموضوع ده بينجح قوي التجليس لو انت لسه مبتدئه. يعني ادي وش كده بسيط، وبعد كده ارجعي دخليها التلاجة تشد شويه، وبعد كده زودي كريمه في المرحله الاخيره. ده كده السيلسرول طلعته زي ما انتم شايفين. هبتدي اديله كريمه كده. طبعا الناس برضو اللي قالت لي انت بتلفي السوليسرول بتاخدي منه قد ايه تقريبا، بصوا انا باخد حوالي 15 سنتي. ده لشغل العروض. طبعا لو هطلع السوليسرول ده يعني جاتوه لوحده باخد نص الصاج. تمام. ده كده الفانيليا، وده الشوكولاته زي ما انتم شايفين. بصوا هش وطري جميل جدا، مفيش اي مشكله. وحتى لو في تشققات كده وانت بتلفيه عادي، كل ده بيتضرب الكريمه. طبعا هدخله التلاجة برضو يشد شويه قبل ما احط عليه الصوص الاخير. طبعا انا يعني في اليوم ده بصراحه ما صورتلكمش شغل العروض، لان كانت التورت متكرره والشكل يعني متكرر، وكنا بننزلها مع بعض كذا مره واتكلمنا فيها كذا مره. هنخش على التورتيه بتاعتنا بقى. دخلتها التلاجة. دي كده الشوجر شيت ده، دي صوره بتبقى غذائيه. الشيت ده بيبقى من عجينه السكر. طبعا انا بعمله عند استاذ عمرو اللي انا بجيب منه الخامات. كان في حد برضه سألني عليه مكان المحل بتاعه في حدائق حلوان، وهبقى اسيب لكم رقم التليفون في اول تعليق. لو حابين تتواصلوا معاه، عنده الخامات بتاعته سعرها كويس وعنده توصيل. بصوا طبعا انا الشيت ده بيبقى مقاسه كبير بصراحه، فانا بحاول اقص منه كده. وطبعا بحط يا اما نوتيلا، لو ما عنديش نوتيلا بسيح شوكولاته وبحط عليها معلقتين من الزيت بس، ما بحطش عليها حاجه تاني. ما بحطش الشوكولاته بس لوحدها علشان لما تجمد هتكسر لي الصوره. دخلتها برضو التلاجة تشد شوية، وبعد كده هبتدي. وحطيت عليها جيلو شفاف يا جماعة، لازم الجيلو الشفاف علشان يدي لمعة للصورة. بصوا انا كنت نسيت اعمل الدربات، فبصوا عملتها بس حسيت ان هي مش احسن حاجة يعني. بعد ما عملتها حسيت ان هي بصوا مش مظبوطة خالص يعني، كنت المفروض اعملها قبل ما احط الصورة. بس يعني ما افتكرتش الا بعد ما حطيت الصورة عملت الروزيتات. بصوا عملت الروزيتات كده بالقمع البيدي فور اللي هو اصغر حاجة، مقاسه صغير. وعملت زي ايه قلوب كده من الجنبين. وبرده من عند اول التورتيه كده عملت دربات كده بالرسمه العاديه، يعني الدربات العاديه. في النص بقى عشان اداري الابيض ده، بصوا عملت واحده وبعد كده رجعت عملت اتنين، واحده واتنين. حسيت يعني حبيت اصغرها شويه واغير الشكل عشان ما يبقاش يعني شكلها مش حلو. على فكره انا مش بعرف اعمل في التورت اللي فيها صوره شغل كتير، مش عارفه ليه، وبالذات لما تبقى يعني تورته صغيره. خزمت التورتيه كده من تحت. قولوا لي برضو رايكم، ولو عندكم افكار تانية، لان بصراحه انا باجي عند التورت اللي هي فيها صوره دي وما بقاش عارفه اعمل ايه بصراحه. قولوا لي رايكم، هستنى رايكم برضو في التعليقات. لو عندكم افكار تانية للحاجات اللي هي بتبقى بصوره في المقاسات الصغيره، يا ريت تقولوا لي، لان انا كنت حابه اكتب اسمها واسم بنتها واسمها، ما كنتش عارفه اعمل ايه بصراحه. وزعت كريسبي كده. يعني انا حسيت ان هي شكل القلوب اللي من الجنبين دي، يعني هو ده هيبقى الطف حاجه. مش عارفه بقى لو كنت عملت حاجه تانية كنت حاسه ان انا هداريهم كل هما الاثنين، يعني لو زودت شويه عملت حاجه تانية
ولو قصيت شويه برضو كنت حاسه برضو ان الصوره مش هتطلع مظبوطه. فانتوا برضو يعني لو في اي نصيحه كده ممكن تقولوها لي، يعني يا ريت. دخلتها بقى التلاجة شويه وبعد كده اشتغلت في التانية. طبعا عملت شكل القلب ده، بس طبعا المقاس كان صغير شويه عن لان التانية كانت كبيره. التانية التورتيه اللي هي متنفسه من نفس الشكل ده كانت مقاس 30 في 40، فانا صغرت القلب شويه. وطبعا جيت عند القلب كده وحددته زي ما انتم شايفين برضو بقمع النجمه. لا ده قمع البيتيفور اللي هو الصغير. وعملت حددت كده برضو شكل 7 كده من الجناب، وبروزت كده التورتيه من الاربع جناب كده، من 3 جناب. وبعد كده برضو حزمتها من تحت كده بالكريمه البيضه، وبعد كده هشتغل نفس الشكل كده نفس الطريقه كده بالكريمه الشوكولاته. احنا كده اتكلمنا يعتبر في كل حاجه. وطبعا اللي كانوا بيكلموني في المقادير ان انا اقولها بالكوبايه، فانا كده قلتها لكم بالكوبايه، قلتها لكم بالجرامات. وناس كانت بتقول لي المقدار اللي احنا عملناه بتاع الصاج ده لو حطيناه في صينيه الوسط المستطيله هعمل المقدار ده قد ايه. هتعملي المقدار ده مرتين. ولو عايزه الطبقات تطلع مرتفعه ممكن تزودي بيضه و50 جرام من الدقيق كل مره، يعني نفس المقادير بالظبط، بس هتزودي بيضه وهتزودي 50 جرام دقيق. وهتسوي طبعا تسويه الصاج غير تسويه الصينيه خالص، انت بتسوي برضو في الرف اللي في النص ومش هتشغلي من فوق خالص. وهتسوي على درجه حراره 180 اللي هي اهدى حاجه. بس طبعا الفرن لازم تبقى شغاله سخنه من قبلها. اي سبونشات يا جماعه لازم تشغلي الفرن من قبلها. طبعا انا حطيت الجيلوهات الجناش الملون، وطبعا كان في حد سالني عليه واحنا عاملين حلقه كامله عن الجناش الملون اللي هو الابيض والاسود. ولما بتيجي تدمجي الابيض مع الاسود مع نقطه اصفر بيديك المستردة ده. ولو عايزه تغمقي شويه بتروحي حاطه تاني نقطه او نقطتين من الجناش الاسود، يعني نفس الدرجه المستردة دي اللي هيفيض منها هتزودي عليها من الجناش الاسود علشان يديكي درجه اغمق. طبعا انت بتقدري تعملي اهو الدرجه اللي انا وريتها لكم دي انا بعد باللي فاض من اللي فوق، يعني بعد ما حطيت ابيض على اسود على نقطه صفراء رجعت اللي فاض زودت عليه جناش اسود علشان يديني الدرجه الثالثه دي. وزعت كده زي ما انتم شايفين اللي هو البسكوت الاوريو من الجنب اللي هو الجناش. وطبعا انتوا عارفين الجناش انا بحط عليه معلقتين من الجيلو الشفاف سواء ابيض او اسود عشان يبقى عامل زي الجيلو الشوكولاته كده الجاهز، بيدي لمعه كده وتقله بيبقى حلو جدا في التجليس او في الجناش. يعني لما تيجي تعملي بيه اي اشكال كده صوصات بيبقى حلو جدا. عايزه تعملي بيه صوصات تزيني بيه اي حاجه تعملي بيه دريبات بيبقى حلو جدا لما بتحطي معلقتين من الجيلو الشفاف. وبرده ده احنا قلنا عليه قبل كده. دي كانت التورتيه بتاعتي طلعتها ب 250 بالصوره، ودي طلعتها ب 200 جنيه. ورب الفيديو يكون عجبكم. هستنى تعليقاتكم وشكرا لكم.